لغتنا الأم هي اللغة العربية، وإن إحنا بنستخدم حوالي من 1000 ل 1300 كلمة قبطي بس في لغتنا اليومية. بس فأنا اتكلمت ب4 لغات. العواف عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. طبعا فكرة ان احنا بنتكلم انه لغة وايه لغتنا الام دي حاجة من الحاجات الكتير اللي بتشغل بال ناس كتير وبتشغل بالنا احنا كمان. فمثلا لقيت على السوشيال ميديا بوستات كتير و مقالات صحفية كتير بتتكلم على ان لغتنا الام هي اللغة العربية، وان احنا بنستخدم حوالي من 1000 ل 1300 كلمة قبطي بس في لغتنا اليومية. وماله، بس انا مش عارفة هم الصراحة جابوا الاحصائية دي منين وعملوها ازاي، ولا اقدر كمان اقول اذا كان الرقم حقيقي ولا مش حقيقي، لان فكرة ان احنا نقول كام كلمة تحديدا قبطي احنا بنستخدمها دي عايزة مش بس فريق عمل، دي عايزة مؤسسة كاملة تشتغل على تحليل اللغة اليومية للشعب المصري وتفنيد كام كلمة بيقولوها قبطي وكم كلمة بيقولوها طلياني وكم كلمة بيقولوها فرنساوي وكم كلمة بيقولوها يوناني وكم كلمة بيقولوها عربي، وازاي يقدروا يوصلوا فكرة الاندماج الحضاري اللي حصل في مصر طوال تاريخها للقارئ الكريم أو للمشاهد أو المستمع الكريم. تمام جدا. طيب الحلقة دي هتكون مختلفة عن الحلقات اللي فاتت، علشان في الحلقة دي أنا مش هشرح كتير زي ما حضراتكم متعودين إني أشرح حاجات في التاريخ. أنا هحتاج من حضراتكم بقى المرة دي إن انتوا تشرحوا ليا، بمعنى هنقول عبارة بنستخدمها في حياتنا اليومية وحضراتكم تقولوا لي كام لغة احنا استخدمناها. فعلى سبيل المثال لما باجي اقول قعدت مع المتر بتاعي وكتبنا كونتراتو، طيب انا هنا استخدمت كام لغة؟ للتسهيل على حضراتكم فانا اتكلمت ب4 لغات. اولا اللغة العربية فقعدت مع وكتبت. تاني لغة هي اللغة الفرنسية في المتر واللي هي معناها المحامي في اللغة العربية. تالت حاجة قبطي في بتاعي المتر بتاعي اللي هي لما نيجي نترجمها للغة العربية هتبقى المحامي الخاص بي، لان انا شرحت قبل كده في فيديو سابق ان بتاعي دي قبطي وجايه من كلمه تاعي يعني دراعاتي. اخر لغه استخدمتها في العباره دي كانت كونتراتو. كونتراتو يعني باللغه العربيه عقد، بس دي باللغه الايطاليه الكونتراتو او كونتراكت باللغه الانجليزيه. كده فهمنا انا عايزه من حضراتكم تشرحوا لي ايه. فلما اجي اقول اديني شويه فول يا حاج بيومي، انا عايزه بقى حضراتكم تقولوا لي انا هنا استخدمت كام لغه لما قلت اديني شويه فول يا حاج بيومي، وايه معاني الكلمات اللي وردت في العبارة دي. وبس، وانا كده منتظرة من حضراتكم الإجابات
في التعليقات ونقول الإجابة الصحيحة في حلقة تانية. ايه رأيكم؟ مش دي لعبة حلوة برضو؟ يا ريت تكتبوا لي الإجابات في الكومنتات ونشوف كام لغة اتكلمنا بيها لما بنقول اديني شوية فول يا حاج بيومي، أو اديني شوية فول يا حاج بيومي. مستنية إجابات حضراتكم في الكومنتات، ونتقابل على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. كان معاكم داليا سعد الدين، مع السلامة.